السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا وياكم في شرح جديد. شرحنا لهذا اليوم عن الواتساب. سألني أحد الأشخاص تجيني عبارة يقول أو رسالة أنه تم طلب كود التحقق في واتساب. شنو معنى هذا الرسالة أو شنو معنى عبارة تم طلب كود التحقق في الواتساب؟ هل معناها أنه تم اختراق حسابي أو الدخول إلى حسابي في واتساب؟ كل هذا وأكثر راح أتكلم عنه بهذا الفيديو، لكن قبل ما أبدأ بالشرح أتمنى منك الاشتراك بالقناة أولا، تفعيل زر الجرس ثانيا حتى يصلك كل ما هو جديد، كذلك الضغط على علامة لايك الفيديو كدعم منك إلي. طبعا لو توجهنا مثلا هذه، أنا هواية وصلتني من هذه الرسائل هي تم طلب كود التحقق، بما معناها أنه شخص كتب رقمك في الواتساب وحب أو أراد أن يدخل إلى حسابك، لكن ما يقدر يدخل إلى حسابك لأن ما عنده كود التحقق، فقط كود التحقق موجود يمك، لكن ما تقدر تعرف منه هذا الشخص. لكن تقدر تعرف أنه أي شخص عنده رقمك ويعرف أنه بواتساب ويحب يدخل إليه يقدر يطلب كود التحقق، لكن ما راح يقدر يدخل إلى حسابك.